اهلا بك يا عزيزي الكان. ده الجزء الثاني من الافينجرز. لو ما شفتش الجزء الاول من الفيلم هسيبه لك في صندوق الوصف، روح شوفه عشان تفهم بدايه الحوار. اما لو كنت شفته فاحب اقول لك استعد لان الجزء الثاني نار. لا بجد حاجه حوار. مستني ايه؟ جهز الفشار لان بجد القصه عالميه، اكشن اثاره متعه ملحمه استثنائيه. كل اللي عليك تصحصح معايا، تركز في الحكايه وتجهز ثبات فشارك واستعد للقصه. وبيبدأ الجزء التاني من الفيلم بالصولجان بتاع لوكي اللي بيكون في المكان ده يا زميل، ولكن بيحضر في المكان الفريق المهين الافنجرز اللي ما يعرفوش المستحيل. بينزلوا تخبيط في اي حد بيشوفوه، واللي بيكتر معاهم بيشربوه الدندوق، ولا ذكر يا زميلي بيعتمدوه. وشوف الدخله الجماعيه وجمالها يا قلب اخوه. توني بيسيبهم وبيروح يخترق المبنى، ولكن هو بيعرفش لان المبنى بيكون حواليه جدار حمايه. ثور بيقول له اتصرف يا اسطى، اكيد الصولجان بتاع لوكي هنا. هو واصحابه بيكملوا نفخ في الرجاله والعيال على وضعها زماله. وفي الوقت ده بنشوف ستراكر، وده بيكون قائد منظمه هايدرا يا زميلي اللي الافنجرز بيهاجموهم دلوقتي. بيقول لرجالته يهجموا عليهم بالدبابات عشان تقتلوهم اسرع. الدكتور اللي شغال معاه بيقول له احنا مش عاوزين الافنجرز يبوظوا خطتنا اللي شغالين عليها من سنين، ما تيجي نبعت لهم التوأم. بيقول له لا مش دلوقتي. بيخلي جزء من رجالته يروحوا يهجموا على الناس في المدينه، ولكن توني بيكون عامل حسابه وبيبعت الروبوتات بتاعته يحموهم. وفي الوقت ده ستراكر بيقول للدكتور شكل الحرب مش هتخلص، خلاص امسح كل شغلنا اللي على الاجهزه عشان نهرب من هنا. بيقول له لحظه واحده، التوأم راحوا فين؟ التوأم بيكون ولد وبنت يا زميلي. بيخرجوا على بره والواد بسرعته بيزق بارتون وبيدي له واحده بيوقعه. بيبدا يخبط في فريق الافنجرز واحد ورا التاني، ولكن هالك بيسيبهم وبيدخل يخبط في الرجاله. روجرز كمان بيخبط فيهم. وفي الوقت ده توني بيفضل مكمل في طريقه لحد ما بيقدر يخترق درع الدفاع اللي حوالين المبنى. اما الاثنين دول فبيلاقوا الرجاله تتكتر عليهم، ولكن ثور بيخبط المطرقه بتاعته على درع كابتن امريكا وبيشوك كل اللي حواليه. انما توني فبيدخل يريح الرجاله اللي جوه. بيخلص على الدكتور قبل ما يمسح كل حاجه من على الاجهزه، وبيبدا هو ينسخ الحاجه اللي على الاجهزه دي. بينزل يدور على الصولجان في المكان ده، وبره ناتشا بتروح تهدي هال. عندهم حق يعينوها المهدئه بتاعته. ده البت انا بشوفها بس في الشاشه بهدى، ما بالك اللي شايفها على الحقيقه فيس تو فيس كده يعمل ايه؟ المهم ان روجرز بيروح يمسك ستراكر وبيقول له فاكر نفسك رايح على فين؟ هات الصولجان يا حلو. الواد بيشغله بالكلام، وواندا اخت الواد السريع بتيجي من وراه بتضرب روجرز وبتقدر انها تختفي من المكان. روجرز بيقوم يضرب ستراكر وبيكلم توني وبيحكي له اللي حصل. توني بيكلم ثور وبيقول له على فكره انا لقيت الصولجان. وفجاه البت بتيجي من وراه وبتبدا تسحره يا زميلي. قوتها التحكم في العقل وتخليه يشوف وهم بان اصحابه كلهم ماتوا. توني بينصدم من اللي شايفه وفجاه بيفوق. الواد ده بيجي لاخته فبتقول له سيبه، وبيظهر انها فرحانه لان خطتها نجحت وتوني شكله هيعمل حاجه بالصولجان. وبعدها بيركبوا السفينه وبيبداوا يرجعوا على القاعده. ثور بيروح لتوني وبيقول له كويس انك رجعت الصولجان، فبيقول له مش هدولك دلوقتي لاني محتاج افحصه الاول لا يكون حصل فيه حاجه. بيقول له يا عم تمام. وبعدها بيرجعوا على مقر الافنجرز، وروجرز بيقول للمساعده بتاعته عاوزين نوصل لعيال التوأم اللي كانوا بيحاربونا النهارده. بتقول له احنا بالفعل بندور عليهم. بيقول لها تمام. اما دي يا زميلي فبتكون الدكتوره هيلين ثالث اذكى واحده هنا بتعالج بارتون. وتوني بيسيبهم وبياخد بروس على جنب يتكلموا، وبيقول له لما كنت في المبنى بتاع ستراكر حصلت لي حاجه غريبه. المهم يعني ان طلعت من هناك وانا عندي فكره. المساعد بتاعي آلي زي ما انتوا عارفين، ورغم انه آلي ولكن بيساعدني في حاجات كتير. ليه بقى ما نستعملش طاقه مكعب التيستراكت ونصنع منه آلي قوي جدا يساعد البشريه؟ هنعمله كانه بني ادم بالظبط. بيقول له اصلا انت صمويل مخك فك. بيقول له يا ابني الترون ده انا لو صنعته هتبقى حاجه طرش. بيقنعوا وبالفعل بيبداوا يشتغلوا سوا على الاختراع، ورغم انهم بيشتغلوا عليه كتير ولكن برضك ما بينجحش. وفي يوم بيقرروا يرتاحوا، ولكن بعد ما بيخرجوا من المكان الاختراع بينجح. جارفيس النظام الآلي اللي بيساعد توني بيحس بيه وبيقول له ازيك يا الترون. بيعرفه بنفسه وبيقول له السيد توني ستارك صنعك عشان تحافظ على السلام في الكوكب وتدمر اي حاجه مشكله خطر على كوكب الارض. بيعرفه على كل الاحداث اللي حصلت في كل السنين اللي فاتت، ولكن المصيبه ان الترون لما بيشوف كل اللي حصل بيستنتج ان البشر هم اكبر تهديد على الكوكب وانه لازم يخلص عليهم عشان يبني عالم جديد. جارفيس بيكون هيوقفه ولكنه بيبدا يدمر انظمته. لا وكمان بيشتغل على صنع بدله لنفسه. وفي الوقت ده الافنجرز بيكونوا بيحتفلوا بالانتصار الجديد، وبروس بيسيب الكل وبيروح يعاكس في القطه شويه. الاتنين معجبين ببعض يا زميلي. بتسيبه وبتمشي، وروجرز بيجيله بيقول له واضح انك واقع، ولكن لو عاوز نصيحتي اعترف لها يا اسطى، ما تكتفيش بالمعاكسه وبس. وبعد شويه كلهم بيقعدوا سوا، وثور بيتحداهم مين يقدر يشيل مطرقته. كل واحد فيهم بيقوم يشيلها، ولكن طبعا ما حدش بيقدر يحركها من مكانها حتى. روجرز بيقوم وابن اللعيبه بيحركها سنه. ثور بينصدم وبعدها بيكملوا القعده عادي، ولكن فجاه الترون بيوصل مكان وبيقول لهم انتوا كلكم مجرمين. توني بيحاول يعيد تشغيله ولكنه ما بيقدرش يتحكم فيه. الترون
بيقول لهم انا جاي في مهمتي هي تدمير البشر اللي بيخربوا كوكب الارض. بيهجم عليهم بروبوتاته ولكنهم بيبداوا يصدوا الهجوم، بس الوضع بيكون صعب حبتين. بروس بيقع على ناتاشا فبتقول له حياة امك ما تتحول لهالك. التكسير بيكون شغال في كل مكان بره، وفريق الافنجرز على قد ما يقدروا بيحاولوا يسيطروا. روجرز بيعمل شغل فخامه وثور شغال معاه الناحيه الثانيه، بيقدروا يدمروهم. وساعتها الترون بيقول لهم انا عارف انكم عاوزين تحموا الكوكب، ولكن عشان نحمي الكوكب لازم نخلص على البشر وانتوا اولهم. ثور بيخبطوا بالمرزبه دي بيخلص عليه، ولكن ابن الدايخه بيقدر ينقل بياناته لجسم تاني. الجسم ده في القلعه بتاعه ستراكر، وبعدها الافنجرز بيتجمعوا وبيكونوا عاوزين يفهموا ايه اللي بيحصل. تومي بيكون مصدوم ان جارفيس اتدمر، لان جارفيس الوحيد اللي كان يقدر يقف قدام الترون. ثور بيمسك توني من رقبته وبيقول له يعني انت السبب في اللي بيحصل ده يا ابن الارمه. روجرز بيقول له خلاص يا اسطى سيبه. توني بيقول لهم انا اسف يا جماعه، بس انا بجد حاولت اساعد وكان غرض اصنع حاجه تساعدنا. روجرز بيقول له معاك حق، ولكن كان لازم تعرفنا كلنا وتاخد راينا. بيقول لهم ما تنسوش انا عملت ايه عشانكم، ده انا كنت هموت في الجزء الاول يا اولاد الكلب. محدش بيكون طايق يسمع كلامه. اما الاتنين التوأم فبيروح للشخص اللي طلب يقابلهم، بيكون الترون يا زميلي. بيقول لهم انا ما بقتش شغال مع توني، لا ده انا بقيت عاوز ادمره هو وكل الافنجرز. واندا بتقول له طب وهتعملها ازاي؟ بيقول لها انا معايا اسلحه اقوى من بتاعتهم بكتير. كويك سيلفر بيقول له خلصانه يا اسطى احنا معاه. احنا بنكره توني جدا لان بسبب معاركه اللي بيحصل فيها خسائر كتير، في قنبله وقعت على بيتنا وبيتنا انفجر، وساعتها ابونا مات، ولكن احنا نجينا من الانفجار. احنا معاك في اي حاجه ضد توني. انما روجرز فالمساعده بتاعته بتقول له ستراكر مات في السجن. بينصدم وبيتجمع مع فريق الافنجرز وبيعرفهم اللي حصل، وبيقول لهم الترون قتله لانه عارف معلومات مهمه كان ممكن يقولها لنا. بيبداوا يدوروا في اي حاجه تخص ستراكر لحد ما بيعرفوا انه كان مصاحب تاجر اسلحه في السوق السوداء. بيقرروا يروحوا يقابلوا الشخص ده يمكن يكون عارف اي حاجه عنه، ولكن قبل ما بيوصلوا له بيكون الترون باعت له رجالته. بيقول لهم عاوزين ايه يا رجاله؟ انا عارف انكم رجاله ستراكر. الترون بيظهر له وبيقول له بقوم رجالتي انا. بيقول له على الحاجه اللي عاوزها منه، بيكون الفايبرانيوم، واثق اني نطقتها غلط. المهم يا زميلي ان ده بيكون معدن قوي جدا، ونفس المعدن ده اللي مصنوع منه الدرع بتاع روجرز. المهم ان الترون بيحول له فلوس كتير وبيشتري كل الكميه اللي عنده. الواد بيقول له انت شغال مع توني ستار؟ فبيمسك ايده وبيقول له انا مش واحد من رجاله توني ستار. بيقطع له ايده وبيقول له اوعى تاني مره تقارني بتوني. المعلم بيحضر وبيقول له اسمع عمك توني يالا، قول لي بقى عايز ايه من المعدن اللي معاك ده؟ بيقول له والله ما فاضي اشرح خطتي لحد. بيبدا يهجم عليه والاتنين بينزلوا تخبيط في بعض. باقي الافنجرز بيستلموا الترون، والمصيبه ان الرجاله اللي في المكان بيبداوا يخبطوا في الافنجرز هم كمان، ولكن كل ده ما بيهزش الفريق الفنان. محدش معاهم بيساد لان العيال بقى امانه حيتان. الواد كويك سيلفر بيكون مدوخهم، ولكن ثور بيوقعوا بالمطرقه بتاعته. روجرز وثور بيكونوا عاملين شغل فخامه، واللي بيجي عليهم بيفنشوه يا زعامه. بروس بيكون بعيد عنهم ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وفي الوقت ده ثور بيكون رايح يكمل الحرب، ولكن واندا بتسحره وبتخليه يشوف اوهام قدامه وبيتخيل انه في العالم بتاعه. الواد كويك سيلفر بيضرب روجرز، واندا بتروح تسحره هو التاني، بتروح تسحر ناتاشا كمان، وبكده الثلاثه بقوا في خبر كان. البت بتروح على بارتون، ولكن ابن اللعيبه بيخبطها بالسهم ده في دماغها وبيبدا يتحكم فيها، بس اخوها بيضربه وبياخدها معاه وبيمشي. اما الثلاثه اللي تسيطر عليهم فكل واحد بيبدا يشوف كوابيس لاكتر الحاجات اللي ما بيحبهاش يا زميلي، لا اكتر الحاجات اللي بتفكره بماضي هو مش عاوز يفتكره. صاحبنا ده بيقول له ثور خلصت يا صاحبي. ثور بيبدا يحصل له حاجات غريبه وبيتخيل احجار الطاقه. ناتاشا برضك بتكون محبوسه في ذكرياتها القديمه، وفي الوقت ده واندا بتبدا تفوق من اللي حصل لها، ولكن بتشوف بروس قدامها بتقرر تتحكم في عقله. وفي نفس الوقت ده توني بيسيطر على الترون وبيقول له ايه خطتك؟ ما بيرضاش يجاوبه، فبيدي له واحده بيخلص عليه، ولكن في الوقت ده هالك بيكون اتحول ورايح على المدينه. توني بيقول له بارتون فوق ناتاشا يا عم. بيقول له بحاول افوقها ولكن هي وروجرز وثور مدروخين. توني بيبدا يستدعي الدرع بتاعه من الفضاء، وده عشان يقدر يواجه هال. انما هال فبيبدا يدمر في المدينه. رجاله الشرطه مش بيكونوا قادرين عليه، ولكن الزنزانه اللي توني مصممها له بتنزل بتحبسه في مكانه. بس ابن الدايخه بيكسر الارض وبيطلع من حته تانية، بيبدا يكسر في اي حاجه بيشوفها قدامه، ولكن بيحضر اللي هيعرفه تمامه بيك توني ستار. بيقول له اهدى يا هال، ما بيهداش، والاتنين بيبداوا يفرموا في بعض. فينك يا ناتاشا؟ الواد لو كان شافها بس من اول الشارع كان هدي وسلم نمر. المهم انهم بيفضلوا يكسروا في بعض كتير، وهالك ما بيكونش شايف قدامه يا زميل. والمشكله ان مش هم بس اللي بيتضروا لما بيضربوا بعض، لا ده كل اللي حواليهم بيتضروا معاهم. توني بيشيل الاسانسير ده وبيخبط هالك بيه، وساعتها هالك بيتعصب. توني بيقول له انا اسف يا اسطى، ما بيسمعلوش. الواد بيقوم عليه ما بيحلوش، ولكن توني بيشيله وبينزله على المبنى ال 50 60 دور ده وبيدشمل المبنى كله بيه. القوات الخاصه بتحضر في المكان، وهالك بيبدا يفوق، واللي بيفوقه انه شايف الناس متبهدله حواليه
حواليه، وكل ده بسببه هو. ما بيلحقش يرجع لعصبيته لان توني بيديله واحده بينسيه اسمه. وبعد شويه الافنجرز بيتجمعوا وكل واحد فيهم بيكون في حاله صعبه. ما كانوش بيتحاربوا جسديا بس، لا دول كانوا بيتحاربوا نفسيا كمان. وتاني يوم بيوصلوا على البيت ده بيكون بيت بارتون يا زميلي. بيقرر يقعدهم عنده حبه، وفي الوقت ده ثور بيفتكر الوهم اللي شافه فبيخرج بره. روجرز بيقول له مالك؟ بيقول له محتاج اقعد لوحدي شويه عشان الاقي جواب للاسئله اللي في دماغي. بيسيبه وبيمشي، وروجرز كمان بيمشي عشان عمال يفكر في الوهم اللي شافه. انما بارتون فبيقعد مع مراته اللي بتقول له انا عارفه انكم بتمروا بفتره صعبه ولكن انتوا قدها. بتهون عليه. وفي الوقت ده الدكتور هيلين بتروح على المختبر بتاعها ولكن بتلاقي الترون مستنيها وبيقول لها لو فكرتي تصرخي هموت كل اللي هنا. اسمعي انا عاوزك تصنعي لي جسم قوي جدا من الماده دي بيسيطر عليها بالصولجان، وبكده هي هتسمع كلامه من غير ما تناقشه. وفي الوقت ده ناتاشا بتكون عماله تفكر في الوهم اللي شافته. بروس بيخرج من الحمام وبيقول لها انت عاوزاني في حاجه ولا ايه؟ بتقول له بصراحه انا شفت كابوس لما كنا في الحار، كان كابوس مخيف. بص انا بصراحه زهقت وعاوز ابعد عن كل ده، تعال انا وانت نهرب سوا نروح لمكان بعيد نعيش فيه سوا الحياه اللي نفسنا فيها. بيقول لها انت بتهزري؟ انت عاوزاني اروح فين؟ اي مكان هروحه في العالم هبقى مصدر خطر عليه. انت ما شفتيش اللي عملته في الناس ولا ايه؟ انا ما بقدرش اتحكم في نفسي وللعلم انا ما بخلفش. بتقول له وانا كمان ما بخلفش، لما كنا بنتدرب في الاكاديميه الروسيه خلوني انا وكل البنات ما بنخلفش وانا مستعد اعيش معاك كده. بيفكر في كلامها. وفي الوقت ده روجرز بيكون عمال يتخانق مع توني وبيشيلوا مسؤوليه اللي بيحصل لهم دلوقتي. توني بيقول له يا عم خلصنا، قلت لك اني كنت بعمل كل ده عشان اساعد الفريق. بيكونوا هيمدوا ايديهم على بعض ولكن مرات بارتون بتيجي لتوني وبتقول له في حد عاوزه. بيدخل المكان ده وبيلاقي فيوري مستنيه. بيقول له ايه اللي جابك يا عم انت التاني ولا جاي تلومني انت كمان؟ اللي محدش يعرفه ان انا صنعت الترون بعد ما شفت حلم مخيف، حلمت ان كل فريقي مات. انت لو كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟ بيقول له كنت هعمل الصح. وفي الوقت ده ثور بيروح يقابل نفس الدكتور اللي فصل مكعب التيستراكت في الجزء اللي فات وبيساله عن كام حاجه تخص احجار الطاقه. وبنرجع للافنجرز اللي بيكون فيوري مجمعهم وبيقول لهم انا عاوزكم تنسوا اي خلاف ما بينكم، لازم تقفوا ايد واحده عشان تقدروا تخلصوا على الترون ولازم تتوقعوا الخطوه بتاعته الجايه. بروس بينصدم وبيقول لهم الخطوه بتاعته الجايه انه هيطور نفسه عشان يبقى اقوى ومفيش احسن من هيلين تساعده في كده. وفعلا يا زميلي هيلين غصب عنها بتبني له الجسم اللي هو عاوزه. وابن الدايخه بيستعمل حجر التيستراكت وبيحطه في الجسم ده وبيقول لها انا عاوزك تنقليني في الجسم ده دلوقتي. وبنرجع لثور اللي بياخد الدكتور معاه وبيروح المكان ده. الدكتور بيقول له عاوزك تنزل في الميه دي ولما تنزل فيها هتشوف نفس الحلم او الكابوس اللي انت شفته. وفعلا ثور بينزل الميه وبيبدا يشوف نفس الحلم. بتبدا تحصل له حاجات غريبه زي اللي كانت بتحصل له في الحلم وبيشوف احجار الطاقه اللي من ضمنهم حجر التيستراك. وبنرجع لهيلين اللي بتبدا تنقل الترون في جسمه الجديد اللي هيكون مدي وعي بني ادم، ولذلك واندا بتبدا تقرا عقله وبتنصدم لما بتعرف انه عاوز يدمر البشريه. بتقول له ايه اللي انت عاوز تعمله ده؟ انت قلت ان احنا هندمر الافنجرز وبس. بيقول لها البشر هم التهديد الوحيد على الكوكب ده ولازم اخلص عليهم. الاخ بينصدموا وواندا بقوتها بتشيل سحر السيطره من على هيلين. الترون ما بيركزش في اللي حصل لانه بيحس ان الافنجرز داخلين عليهم. ومره واحده هيلين بتوقف النقل بتاعه. ابن الدايخه بيخبطها بواحده بتنيمها وبيبدا يخلص على اي حد في المكان. بيخلي رجالته تاخد الجسم بتاعه ويتحركوا من هنا. وفي الوقت ده روجرز بيوصل المكان بيلاقي هيلين لسه عايشه وبتقول له الجوهره اللي في الجسم الجديد بتاع الترون هي حجر التيستراك، لو اتنقل الجسم ده هيبقى قوي جدا ومش هتقدروا عليه. فبيكلم صحابه وبيقول لهم احنا لازم ناخد الجسم اللي الترون عاوز يدخل فيه. بيشوف العربيه اللي فيها الجسم فبينط فوقيها. الترون بيبدا يهاجمه فبيطلع فوق العربيه وبيبدا الاكشن اخير. العيال بتعمل زلزال وناتاشا بتاخد المكنه بتاعتها وبتروح وراهم. بتدخل من شوارع جانبيه وبتعدي من تحت التريلا دي وبتبعت لروجرز الدرع بتاعه. وصاحبنا ده بالطياره بيهاجم رجاله الترون. التوأم بيكونوا شايفين اللي بيحصل. وفي الوقت ده الترون وروجرز بيدخلوا يتخانقوا في المترو. ناتاشا بتسيبهم وتروح تسيطر على العربيه اللي فيها الجسم بتاع الترون ولكن المساعدين بتوع الترون بيطيروا العربيه. بارتون بيقول لناتاشا طب ايه؟ بتقول له اديني دقيقه. وفي الوقت ده الاخين التوأم بيروحوا يساعدوا روجرز ولكن الترون بيخلص على السواق وبيهرب من المكان. في نفس اللحظه دي ناتاشا بتحدف الصندوق على الطياره بتاعت بارتون ولكن هي ذات نفسها بتقع من فوق. وبنرجع لروجرز اللي بيقول للتوأم المترو ممكن يخبط في الناس. كويك سيلفر بسرعه البرق بينزل ينقذ الناس وواندا بقوتها على قد ما تقدر بتحاول توقف المترو. الوضع يا زميلي بيكون صعب ولكن في الاخر بيقدروا يوقفوا من غير ما حد يتصاب. روجرز بينزل للاثنين دول وبيقول لهم عاش عليكم، خليكم هنا وما تزعلوش ان الترون هرب. توني ستارك مش هيسيبه. بيقول له احنا مش بنثق في توني. الترون مش قادر يميز بين انقاذ العالم او تدميره. ما سالتش نفسك اتعلم الحته دي من مين؟ روجرز بيفهم قصدهم. وفي الوقت ده توني
بيقول لبارتون دور على ناتاشا. بيقف هو مع بروس وبيقول له انا عندي خطه يا اسطى. بيقول له تاني انت؟ بيقول له انا واثق انها هتنجح المره دي. جارفيس لسه عايش ما تقلقش. ليه ما نحطوش هو في الجسم ده ونخليه يواجه الترون؟ وبعدين جارفيس انت عارفه حبيبنا ومتربي على حليبنا وبيرضع من الجاموسه بتاعتنا، وبعدين ما حدش غيره هيقدر على الترون. بيقول له رغم انك هتودينا في داهيه بس خلصانه. وفي الوقت ده ناتاشا بتفوق وبتلاقي نفسها مخطوفه عند الترون. بيقول لها استعدي لاني قررت اخليكي عايشه واوريك الدمار اللي هيحصل. ناتاشا بتكون مرعوبه ولكن بتبدا تفك الراديو وبتقدر تبعت اشاره لبارتون. بارتون بيحدد مكانها وفي الوقت ده الثنائي العبقري بيكونوا شغالين على خطتهم، ولكن روجرز بيوصل وبيقول لهم اللي في دماغكم ده مش هيحصل. بروس بيقول له هي القطه لعبت في دماغك ولا ايه يا دولي؟ بيقول له محدش مسيطر عليا. ومره واحده كويك بيجري وبيفصل الاجهزه بتاعت توني، ولكن الطلقه دي بتيجي من تحت رجله بتكسر الازاز وبتوقعه على تحت. بارتون بيقول له عندك اليفه. روجرز بيحاول يوقف توني ولكن توني بيديله واحده بينطروا بعيد. بروس بيمسك القطه دي، اما توني وروجرز فبيبداوا يخبطوا في بعض، ولكن ثور بيحضر في المكان بيجي بطاقه مهوله وبيشحن بيها الجسم الالي. ومره واحده الجسم الالي بيفوق وبيكون جارفيس جواه. كلهم بيكونوا مقلقين منه ولكنه بيقول لهم انا اسف اني خوفتكم وشكرا ليك يا ثور انك اديتني الطاقه اللي انا محتاجها. ثور بيقول لهم انا زيكم شفت حلم وحش، والحلم ده بيقول ان في دوامه هتظهر وهتدمر العالم. الحجر اللي في جسم جارفيس دلوقتي هو حجر العقل، واحد من الاحجار السته دي اضخم قوه في الكون. توني بيقول لجارفيس ويا ترى هتعمل زي الترون؟ بيقول له انا مش زي الترون، انا فاهم الصح من الغلط وانا في صفكم على فكره. بارتون بيقول لهم طب انا حددت مكان ناتاشا واكيد الترون هيكون في نفس المكان. جارفيس بيقول لهم طب يلا بينا يا رجاله. كلهم بينصدموا انه يقدر يشيل المطرقه بتاعت ثور، ولكن ما بيضيعوش وقت وبيبداوا يجهزوا. والخطه انهم هيخرجوا كل الناس من المدينه اللي الترون فيها قبل ما يبداوا الهجوم. وفعلا كويك سيلفر بيروح يضرب نار في المدينه واخته بسحرها بتتحكم في الناس وبتخليهم يبداوا يخلوا المدينه خالص. خطتهم بتنجح وكمان بروس بيقدر يوصل لناتاشا بيحررها وبيقول لها انا جاي ابعدك عن المعركه اللي انا ذات نفسي هبعد عنها لاني بقيت خايف على الناس مني. اسمعي انا فكرت في كلامك، يلا بينا نمشي ونعيش سوا حياه سعيده. وفي الوقت ده توني بيروح لالترون اللي بيقول له انت ما بقتش قد يا توني، شايف الجهاز ده انا صنعته بماده الفايبرانيوم، هو ده اللي هدمر بيه الكوكب. بيخلي الروبوتات اللي صنعها تبدا تنتشر في كل مكان وبيبداوا يدمروا في كل حاجه، ولكن الافنجرز بيبداوا يتعاملوا معاهم مساده وانت بتحمي الناس. وفي الوقت ده جارفيس بيروح لالترون وبيقول له نصيحه مني استسلم. بيقول له ده عندها، بيهجم عليه ولكن جارفيس بيمسك رقبته بيقدر يفصل النت عنه، ولكن المشكله ان الجهاز بيبدا يشتغل وبيفصل المدينه اللي هم فيها عن باقي الكوكب، ودي مصيبه في حد ذاتها يا زميلي لان خطه الترون انه يخلي المدينه تترفع في السماء وينزلها مره واحده وساعتها هتكون عامله زي النيزك، ولكن ده هيكون اقوى نيزك هينزل يدمر كوكب الارض بضربه واحده. بروس بيقول لناتاشا يلا نمشي. بتقول له للاسف انت عاوز تمشي في الوقت الغلط، هم محتاجين مساعدتنا. بترميه من فوق واللي في دماغها بيحصل والواد بيتحول ازوق. بتقول له يلا بينا، بتاخده وبتخرج بره. بيوقعها وبتقول له يا عم الله يحرقك كسرت لي العمود الفقري، انت بتنتقم مني عشان وقعتك جوه يعني ولا ايه؟ بيكملوا طريقهم وفي الوقت ده كويك سيلفر بيكون عامل شغل فخامه، انما توني فبيروح ينقذ الاسره دي. بيكلم رجالته وبيقول لهم ايه الاخبار، شدوا حيلكم عاوزين نخلص من جيش الروبوتات. وفعلا بيبداوا يخلصوا على جيش الروبوتات على قد ما يقدروا واندا بتكون هتصاب، ولكن بارتون بينقذها. البت بتحس بالندم انها كانت بتساعد الترون، ولكن صاحبنا ده بيهديها وبيقول لها انت غلطتي ولكن عندك فرصه تصلحي غلطتك، يلا بينا. اما بره فروجرز بيحاول ينقذ العربيتين دول ولكنهم بيقعوا منه، بس المعلم ثور بيحضر وبينقذهم. باقي الفريق بيكون عامل شغل جريء وثور وروجرز بطولهم بيكونوا مولعين الدنيا يا صديق. بارتون بيكون شغال بالاسهم ولكن العيال دي بتتكاتر عليه وفجاه بتحضر الجباره الاسطوره اقداره بتنقذ بارتون وهي واخوها بيبداوا يخبطوا في الاعداء. توني بيفكر في حل ينزل بيه المدينه من غير خساير، ولكن للاسف يا زميلي ما بيكونش قدامه غير حل واحد وهو تدمير المدينه. ما هو يا يدمر المدينه يا يدمر الكوكب. روجرز بيقول له يا اسطى اكيد في حل تاني، بيقول له مفيش. ناتاشا بتقول لروجرز ما قدامناش حل تاني فعلا. وفجاه فيوري بيحضر بالسفينه بتاعته بيخرج منها السفن دي وده عشان يركبوا الناس فيها وينقذوهم. المعلم ده بيروح يخلص على الروبوتات وبيساعد توني، اما باقي فريق الافنجرز فبيخلوا الناس يركبوا السفن عشان يخلوا المدينه. ومره واحده الروبوت ده بيدخل سفينه فيوري الاساسيه ولكن فيوري بيتعامل معاه، انما الترون فبيقول له ثور مش هتقدر تعمل حاجه وهتشوف بعينك وانا بخلص على مليارات الناس، ولكن بيحضر الاساس بيقول له ثور خد المطرقه بتاعتك اهي. بره الدنيا بتكون خربانه ومعظم فريق الافنجرز بيتجمعوا حوالين الآلة عشان يحموها، مش عاوزين الآلة يتلعب فيها وتنزل المدينه على الارض. بيقفوا كلهم وقفه اسود واللي بيجي يقصادهم بيموت، ما بيعتمدوش اي هلفوت والعركه يا زميلي بتشتغل مظبوط، لا اكشن على ابوه. الثلاثي المريح ده بيدخلوا على الترون وبيبداوا يسيحوا فيه، هالك بيديله واحده بينطروا بعيد وباقي الروبوتات بتاعته بتهرب. وفي الوقت ده واندا بتقرر تحمل جهاز هي واخوها. بارتون بيروح يركب السفينه دي مع الناس عشان يمشي معاهم، وثور وروجرز بيتاكدوا ان باقي الناس ركبوا السفن، انما ناتاشا فبتبدا تهدي هالك، ولكن فجاه ضرب النار
بيشتغل عليهم من الترون، بيحاول يخلص على الناس اللي في المدينه، وبارتون بيقرر يضحي بحياته عشان الطفل، ولكن كويكسيلفر بيروح يقف قدامه وجسمه بيتخرم من الرصاص حرفيا يا زميلي، بيطب على الارض ميت، واخته بتنهار من العياط عليه. من قهرها بتطلع من جواها قوة جبارة بتدمر أي آلي حواليها، وفي الوقت ده ناتاشا بتفوق وبتلاقي هالك أنقذها وبعتها على السفينة بتاعت فيوري، بيسيبها وبيروح يدمر سفينة الترون وبيوقع الترون في الحتة دي. إنما بارتون فبيرجع الطفل على السفينة وبياخد معاه جثة كويكسيلفر، وفي الوقت ده وندا بتروح لالترون وبتخلع قلبه من مكانه وبتنهيه يا زميلي، ولكن بيكون فاضل روبوت من رجالة الترون بيوقف الجهاز، والمدينة بتبدأ تنزل على تحت، بتنزل زي النيزك بالظبط. توني على قد ما يقدر بيحاول يوقفها ولكن ما بيقدرش. جارفيس بيروح ينقذ وندا والصور بقوته بيدمر المدينة قبل ما تنزل على كوكب الارض، كل حتة في المدينة بتنزل في البحر، وبكده الكوكب بقى في امان. انما هالك فبتلاقي ناتاشا بيتكلموا في الطيارة اللي هو فيها وبتقول له يلا لف الطيارة دي وتعالى على المكان اللي احنا فيه، ولكنه بيقفل المكالمة وبيقرر يروح مكان بعيد عن الكل عشان ما يأذيش حد. ناتاشا بتنصدم وبتكون في منتهى الحزن على حبيبها. انما جارفيس فبيلاقي الترون نال نفسه الآلي ده، بيقول له اسمع يا صاحبي، البشر دول اغرب مخلوقات ممكن تشوفهم في حياتك، ولكن زي ما فيهم الوحش فيهم الحلو، وانت ما تقدرش تحكم عليهم انهم يتدمروا. الترون بيحاول يهجم عليه ولكنه بيقتله يا زميلي، وبعدها بارتون بيرجع لعيلته. مراته بتفرح جدا لما بتشوفه. اما توني ستارك فبيروح على مقر الافنجرز الجديد في شمال نيويورك. انما ناتاشا فبتكون هي كمان في المقر ولكن زعلانه على حبيب قلبها. فيوري بيقول لها يا ست ما تزعليش، خلاص احنا عرفنا حبيبك فين، واضح انه حبيب يفضل لوحده فتره. بتطمن شويه على هالك، وفي الوقت ده ثور بيرجع على مكانه. توني بيقول له روجرز مش ناوي تتجوز وتستقر؟ بيقول له مش عارف يا اسطى. بيقول له طب لما تعرف بقول لي. بيسيبه وبيمشي هو كمان، وروجرز بيرجع لناتاشا وبيروحوا يقابلوا اعضاء الافنجرز الجداد اللي هيخربوها بعون اللازيه، لان صاحبنا ده مش ناوي يهدى وبيحضر لهجوم مش عادي. وهنا بينتهي الجزء الثاني يا غالي. عايزين الجزء ده يوصل ل 10,000 مشاهدة في خلال يوم، وانا وعد مني تاني يوم على طول هتلاقوا الجزء الثالث. وانت عارف عود يا ابو الصحاب، وما تنساش برضك اللايكات لان الجزء الجاي انفجار يا حضرات. وبس كده، اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا، وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكاية، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو ينزل هنا، وخش على قنواتي اللي في الوصف هتلاقي عليها شغل فاخر وده وعد يا عمنا. والى اللقاء مع كل جديد، سلام.